كشف النجم صالح جمعة لاعب الأهلي السابق والكرخ العراقي الحالي تفاصيل جديدة عن أزمة اللاعب الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت السابق، وقال إن رفعت كان بيكره مجال الكورة في مصر جدا. وخلال تصريحات مصورة قال صالح جمعة: أكتر حاجة زعلتني إن رفعت لما مات في المجال اللي كان بيكرهه طول عمره. رفعت كان دايما بيكلمني عن كرهه للكورة في مصر، وكان شايف إن المجال مليان ناس مش عادلة وبيكرهوا بعض، ولو كان عنده شغل تاني غير الكورة كان هيختاره من غير تردد. وقال جمعة إن رفعت أكد له إن يوم اعتزاله هيكون آخر يوم يتعامل فيه مع الكورة في مصر، وإنه مش هيشتغل في المجال ده أبداً بعد كده. وقال كمان إن رفعت كان من أقرب أصحابه في نادي MB، وإنه فقد والده وهو عنده 14 سنة، وده خلاه يتحمل المسؤولية بدري. وعن قصة أحمد رفعت قال جمعة: عايزة أتكلم عن قصة أحمد رفعت وأتمنى إنه يرجع له حق، بس أهله وإخواته مش عايزين يتكلموا في الموضوع ده وبيقفلوا الباب قدام أي نقاش فيه. أتمنى إن اللي تسبب في موت أحمد رفعت سواء بقصد أو بغير قصد يتأذي، بس في الآخر دي رغبة والدته واخواته. واختتم جمعة تصريحاته وقال: رفعت تعب من الحزن عشان في ناس وعدته وعود كدابة، وفي الآخر ما لقاش حد يسنده لما كان محتاج للدعم. جدير بالذكر إن أحمد رفعت عانى من أزمة صحية حادة بعد ما حصلت أزمة قلبية خلال ماتش مودرن سبورت ضد الاتحاد السكندري في الدوري، قبل ما يموت بعدها بفترة قصيرة بشكل مفاجئ. خبر وفاته سبب حالة حزن كبيرة بين جماهير الكرة المصرية، خصوصاً إن اللاعب الراحل كان مثال للالتزام والنموذج الجيد. ربنا يرحمك يا رفعت.